السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهاء مباراة مصر وبوركينا فاسو بالتعادل السلبي 1-1. كده إن شاء الله منتخب مصر فاضل له نقطة ويصعد كأس عالم. فاضلنا ماتشين إن شاء الله، ناخد منهم نقطة ونصعد كأس عالم إن شاء الله. بس السؤال بيطرح نفسه، هو مصطفى محمد قاعد دكة ليه لأسامة فيصل؟ أسامة فيصل النهاردة كان غير موفق بالمرة، بيخسر كرة كتير، قرارات غلط كتير. يعني مصطفى محمد قاعد بديل أسامة فيصل ليه؟ مع ان مصطفى محمد مهاجم محطة، وفي العرضيات هتلاقيه حلو قوي، على الهيد بتاعه جميل جدا في العرضيات، في الضغط هتلاقيه كويس جدا برضه. فالكواليتي بتاعه مختلف عن اسامة فيصل كتير يعني. فمش عارفين مثلا هو قاعد بديل ليه لاسامة فيصل؟ ده سؤال. سؤال تاني، انت بتلعب على المرتدة فعايز لعيب سريع، طب ما تلعب زيزو بدل مكان تريزيجيه. تريزيجيه برضه النهارده كان غير موفق، فبتنزل زيزو 5 دقايق او 10 دقايق بس يعني في الماتش، واقل من 10 دقايق كمان. لا، كان زيزو الاول ان هو يلعب مكان تريزيجيه، لان انت بتلعب على الاطراف. محمد صلاح وتريزيجيه بتلعب لهم الكوره تمام من ورا اللعيبه، من ورا المدافعين، من ورا خط النص. فانت محتاج لعيب سريع زي زيزو، ومحتاج لعيب سريع زي زيزو يعمل عرضيات للمهاجم اللي هيطلع ياخدها بالهيد. تمام. زيزو عمل عرضيه لمصطفى محمد، لو كان هو موفق كان جابها يعني في اخر الماتش، في اخر كام دقيقه في الماتش. فزيزو ينزل وقت قليل جدا ليه؟ لا، ده كان يلعب اساسي لان تريزيجيه غير موفق خالص خالص. وبعدين ما فيش شكل هجومي يا جماعه المنتخب، دي المشكله اللي بتقابلنا ان ما فيش شكل هجومي للمنتخب. وبعدين بنلعب بطريقه حلق وخليها على الله، حلق واضغط وخليها على الله. يعني بنقطع الكوره، بنيجي ننقل في التلت اللي قدام، ما فيش حاجه متدربين عليها، ما فيش جمله متدربين عليها. يا بنرمي الكوره لمحمد صلاح عشان يتصرف فيها، يا بنرميها لتريزيجيه عشان يتصرف فيها. والنهارده تريزيجيه زي ما قلت غير موفق، واسامه فيصل لما كان الكرة بتجيله برضه غير موفق، يعني ما كانش بيوزع الكرة حلو لزمايله على الاطراف. ففي حاجات كده احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي. وبعدين احنا لسه ما لعبناش فرق قويه يا كابتن حسام، يعني لسه ما لعبناش الفرق رقم واحد في افريقيا. فعايزين نشوف فكر هجومي وشكل هجومي للمنتخب احسن من كده، يبقى في اختيارات موفقه كمان ليك في الملعب. ما تقعدش مثلا مصطفى محمد لو انت زعلان منه، حتى لو زعلان منه لعبه اساسي، ده ما هو اللي جاهز. تريزيجيه مش حاجز مكانه في المنتخب، ولا هو ولا محمد صلاح برضه يا جماعه. اللعيب اللي جاهز ينزل يلعب، اللعيب اللي جاهز وفت ينزل يلعب. ففي حاجات احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي في المنتخب. الشكل الهجومي مش حلو، مش حلو. ومنتخب بوركينا في المتناول برضه، يعني كنا ممكن نكسبه على ارضه عادي على فكره يا جماعه، لو عندنا الجرأه شويه ان احنا نهجم شويه او نزود شويه في الهجوم، كنا ممكن نكسبه عادي. ده في كوره اصلا اللعيب في قبل الماتش ما ينتهي بكام دقيقه كده، اللعيب وقع كده وراحت لمحمد صلاح وراحت لمصطفى محمد، بس مصطفى محمد ما دخلش الجيم لسه، فاتصرف فيها غلط، بصها غلط. فانت لا، انت لازم يا كابتن حسام تحط استراتيجيه للفكر الهجومي في الملعب. يبقى في فكر هجومي في الملعب، في طريقه معينه انا بلعب بيها هجوم في الملعب. مش انا بحط لعيبه برص لعيبه وخلاص، وده يبقى بعتمد على مهارات ده ومهارات ده. طب لو ده غاب وده غاب انا هعمل ايه؟ لو محمد صلاح غاب وتريزيجيه مش موجود، او تريزيجيه مش موفق زي ما كان النهارده كده، كان خارج الجيم خالص النهارده، هتعمل ايه؟ هتلعب بمين؟ هتدور بقى على حلول تانية برضو مهارية، او حلول تانية لعيبة عندها مهارة فردية هي اللي تعدي وهي اللي تكمل وهي اللي تخلص. لازم يكون في فكر هجومي يا جماعة المنتخب، ولازم كابتن حسام تبان بصمته شوية على المنتخب اكتر من كده. انا شايف والله ان شاء الله، ان شاء الله احنا ان شاء الله صاعدين كاس عالم، لكن الاداء نفسه ما يطمنش. الاداء نفسه ما يطمنش، اداء منتخبنا ما يطمنش. في افريقيا جايه وان شاء الله نصعد كاس عالم، محتاجين ادائنا يتطور اكتر من كده ونشوف اداء احسن من كده. كان معاكم حسن جمال. ما تنسوش تصلوا على النبي، تدعوا لفلسطين. السلام عليكم.